كما يقول المثل الشعبي متاعنا يوفى مال الجدين وتقعد صنعة اليدين. هكا عملنا جولة بين الحدادة والنجارة، شفنا تراثنا العربي الأصيل، خذينا آراء بعض الحرفيين وشفنا قداش محلاها ريحة تراثنا ومحلاها ريحة بلادنا. ريحة الجو العربي الحوينيتة محلاها. تنجمش تحكي لنا شوية على الصنعة، تحكي لنا على إقبال الشباب اليوم على الصنعة نتاعك؟ الشباب تويك ما عادش يحب الصنعة العربية هذيك، فهمني، يحب الحاجة السهلة، هذا اللي يحبه. وعنا هذه تعلمناها الجدود على الكبار. تو هنا في الحدادين عنا زوز من الناس مازالوا يصبحوا في الزويل. مشاو هذوكم في بنزرت ما عادش نلقاو شكون يصبح الزويل. أقل حاجة هذه. الحدادة قعدنا 3 من الناس، والخدمة نتاعنا مشيت مع ماليها وما يتعلموش بكل. تقول باش تعلم يجي وتعلم لا خاطر عليه ما عادش فما خدمة تاعها، حاجة قليلة زي الصفحة زي لبزي ماضي سكينة ماضي مخجلم كدي بونتا كدي بيران كدي بيوت، معناها أمور تقليدية تاعنا خدمتنا. يوفى مال الجديد وتقعد صنعة اليدين. نحب نعرف رايك في الحكايه هي. والله هو البروبليم ما عادش التكوين المهني، التكوين المهني نتاع بكري، فهمتني، اللي يكون طويل وقصير، حتى النظام تاع القرايه، فهمتني، يعني هذاك هو اللي ما عادش موجود منه، فهمتني. ولا الشاشر الصغار تو يحبوا الخدمه، دخلوا يجيب شي ابرونتيساج باش يجي يخدم، ولا قداش تخلصني، فهمت كيفاش؟ يعني صافي معناتها ما عادش شاشر يعني مرميين على الصنعه، فهمتني. باقي هذه هي الباز نتاعنا، فهمتني. 70 71 و72 دخلنا قبل بالكونتراتوات، فهمت، نخدموا، فهمت. ايش نقول لك، توا ما عادش يحبوا يخدموا، كل شيء نعملوا وحدي، نجيب اللوح وحدي، نهز وحدي، نفصل وحدي، كل شيء يتعلموا. اول حاجه ساعه يلوج كان على الفلوس. نبي ما فماش اقبال نتاع شباب على الصنعه؟ ما فماش، قليل، ما حتى بيجي يخدم لك نهار نهارين كيقول لك تعبت. فيش من تعبت، احنا نبداو من 6 نتاع الصباح ساعه. الجن اختي هذوما انساهم الجديد ما فماش، بقينا 4 من الناس خدم، احنا اللي نخدموا في الدنيا الكل فيها. هذايا الشباب هذايا من النهار الاولاني يقول لك قداش تعطيني وكيفاش نخدم ووقتاش نجي ووقتاش نروح.